بعد الغياب أهلا رمضان، رمضان جانا. قشطة، المغرب قرب يأذن. جبتلك كل حاجة يا حبيب قلبي وحطها لك في التلاجة. دلوقتي بتقول لحبيبة قلبك وانا مستحملاك طول النهار، عمال نازل فيها شتيمة وتهزيق. انا صابرة بس عليك لان دي اول سنة تصومها. خلاص بقى يا حبيبتي، ما يبقاش بقى قلبك اسود. طب يلا يا حبيب قلبي، خد بقى المفارش واطلع بقى افرش السفرة بره عشان ما فاضلش الا ربع ساعة. ولا اعرفك. مدفع الافطار اضرب. احلى كلمة سمعتها في حياتي. رمضان طلع جميل قوي. سبحان الله، الواحد لما يسمع مدفع رمضان انا ببقى فرحان. انا بعد كده انا مش هفطر ولا يوم خالص، هصوم رمضان كله، ولا يمكن اضيع ثواب رمضان وفرحة فطار رمضان ولا اي يوم تاني ولا اي يوم كمان اعوضه في السنة لما افطر. ودي كانت قصتي اللي انا قصتها عليكم. اني بنصح كل الاطفال يتعلموا الصيام في نهار رمضان، وبنصح الشباب نفس القصة إن هم يتعودوا على الصيام في رمضان، لأن شهر رمضان أولا هو شهر القرآن، وشهر فيه قامت فيه جميع الحروب. ولازم نصبر نفسنا بصيام رمضان، طبعا بجانب الفروض الباقية، الصيام وقراءة القرآن. وما تنسوش كمان صلاة التهجد كمان ما تنسوهاش، وكمان صلاة التراويح بتبقى فيه فرحة للناس وهي بتصلي، وربنا سبحانه وتعالى تقبل منها جميع الصيام. شكرا لكم. كلمتين أخرى قبل ما أقفل الحلقة. يا رب نكون مع بعضينا في رمضان أعواما عديدة وأزمنة مجيدة. فين الفطار يا ولية؟ أنا خلاص مش قادر. هي حبيبي اديني بس نص ساعة بس كمان، الأكل بس زمانه خلاص قرب يخلص وأنا حاطط الأكل في الفرن أهو. يا ولية حرام عليك، مش نص ساعة، لما أشوفك بس ده أنا هديك في وشك.